ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن أحدث إنتاجات منصة شاهد، وهو مسلسل سفاح الجيزة. مسلسل سفاح الجيزة هو مسلسل مكون من 8 حلقات، وتقريبا مدة الحلقة بتاعته بتتراوح ما بين 30 دقيقة لحوالي 35 دقيقة. والمسلسل بتاعنا من إخراج هادي الباجوري، ومن بطولة عدد كبير جدا من النجوم زي أحمد فهمي وراكين سعد وباسم سمرة وصلاح عبد الله وحنان يوسف. ده بالإضافة لأن المسلسل بتاعنا من تأليف محمد صلاح العزب وعماد مطر وإنجي أبو السعود. فكان معتاد من غير ما أطول عليكم، يلا بينا ندخل في الحلقة. ولكن قبل ما ندخل في الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو عجبتكم، وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات. دلوقتي بقى يلا بينا ندخل على الحلقة. انا مش عبيط عشان تاكل علي بكلمتين. انا بعد اطلب ناس. ايه بقى العصابة دي ولا ايه؟ قصة مسلسل سفاح الجيزة بتركز على شخصية جابر، وجابر ده بنعرف عنه ان هو طرف في جرائم قتل كتيرة جدا، ومن خلال احداث المسلسل بنقدر نكتشف ايه الغموض اللي ورا شخصية جابر. على فكرة لو حاولت اقول لكم اي حاجة اكتر من كده هبقى تقريبا بحرق في المسلسل. خلونا كالمعتاد نبتدي ونتكلم عن الايجابيات. واول حاجة عجبتني هنا وهي مدى العنف والدموية اللي المسلسل بتاعنا بيستخدمهم في استعراض الجرائم بتاعته، لانه بالفعل بيقدم قدر كبير جدا من العنف. انا متأكد اننا ما شفناهوش في اي حاجة قبل كده. ولا مش عايز حد يقول لي مسلسل من كل اسبوع يوم جمعة، لان المسلسل ده كان فيه قدر معقول من الدمويه، ولكن مش زي سفاح الجيزه. وكمان زود على الدمويه والعنف بتاعت الجرائم نفسها ان المسلسل كمان كان بيخلي الحدث بتاع ارتكاب الجريمه نفسها صادم جدا، والصدمه اللي بتوصل للمشاهد هنا ما بتبقاش نابعه قوي من مدى العنف والدمويه بتاعت المشهد، ولكن بتبقى نابعه من كون ان ما بيبقاش فيه اي حاجه بتديك ولو مؤشر واحد ان انت داخل تتفرج على مشهد فيه جريمه قتل. ومن هنا المشاهد بيحس بصدمه كبيره جدا لما تكون الاحداث ماشيه بشكل طبيعي جدا وعادي جدا، وفجاه تلاقي الدم وصل للركبه. فعشان كده بصراحه الموضوع ده كان عاجبني جدا. كمان عجبني جدا ان المسلسل بتاعنا رجع للماضي علشان نستكشف اسباب حاجات معينه الشخصيات بتاعتنا بتعملها في الوقت الحاضر. وللاسف هنا الايجابيات بتاعت المسلسل بتنتهي، ولكن احنا مش داخلين على فقره السلبيات على طول، لان في فقره كده هي تعتبر فقره هو حلو ولكن كان ممكن يكون احسن، حلو ولكن في حاجه معينه وحشه. فعشان تفهموني اكتر خلونا نبتدي على طول نشوف ايه اللي موجود في الفقره دي. وتقريبا اول نقطه عندنا هي الموسيقى بتاعت المسلسل كانت كويسه جدا بصراحه، واختيار الموال اللي كان بيشتغل كل شويه كان شيء خرافي. ولكن الموسيقى التصويريه نفسها تقريبا متكرره، يعني لو هتلاحظ هتلاقي ان المقطع اللي بيشتغل او الجزئيه اللي بتشتغل من الموسيقى التصويريه تقريبا نفس المقطع، ولكن بيكرروه في مشاهد كتيره جدا. واصلا المقاطع الكتيره دي اللي بيتم استخدامها في مشاهد كتيره جدا بشكل متكرر هي في الاصل اجزاء من تتر البدايه اللي هو عباره عن مقطع موسيقي وبس بدون اغنيه. وده بيوضح ان بصراحه عمليه انتاج الموسيقى التصويريه بتاعه المسلسل كان فيها قدر كبير قوي من الكسل او التسرع، لان غالبيه الموسيقى التصويريه مبنيه على موسيقى تتر البدايه، وبالتالي الموضوع مع الوقت كان بيبقى ممل شويه. بالرغم انها حلوه كان فعلا التكرار ده شيء مش لذيذ. كمان المسلسل بتاعنا كان فيه شويه كادرات جامده جدا، ومن ناحيه التصوير المسلسل بتاعنا كان رائع. احيانا الموضوع ده بيكون بسبب بعض الكادرات او بسبب الوان الصوره نفسها او بسبب اجواء المشهد اللي احنا بنتفرج عليه اصلا، ولكن كان في كادرات اللي هي معموله بطريقه السنوري كام كانت تقريبا استخدامها من اجل انها شكلها حلو وروش وجديد وخلاص. هي على طول بتبقى حاجه شكلها روش جدا وبتقدم منظور مختلف للمشاهد، وفعلا هي تقريبا طريقه مختلفه ما بنستخدمهاش هنا عندنا كتير قوي في الافلام والمسلسلات بتاعتنا. فانا حاسس ان السبب ده اصلا هو السبب الرئيسي اللي خلى المخرج يستخدم طريقه السنوري كام في عرض بعض المشاهد بتاعته. ولكن للاسف كان المنظور بتاع السنوري كام ده ملوش اي تاثير على اي حاجه. لما هتيجي تتفرج مش هتحس ان هو نقل لك احساس معين الشخصيه بتمر بيه، ولا اداك تاثير بحاله معينه الشخصيه حاسه بيها، ولا هتحس ان هو نقل لك اي حاجه لها علاقه بالشخصيه اصلا. وبجد التاثير بتاع الموضوع ده هنا على الاحداث او على احساس المشاهد نفسه في تقبل حاجات معينه صفر. هو تقريبا المخرج قرر ان هو يستخدمها زي ما قلنا من شويه علشان شكلها جديد علينا وروشه ومختلف، ولكن للاسف تاثيرها الحقيقي بالفعل ما كانش موجود. ندخل بقى على النقطه الثالثه اللي موجوده هنا في الفقره بتاعه حلو ولكن، وهي يمكن تكون اكتر نقطه ممكن نطول فيها في الكلام شويه، وهي نقطه الاداءات هنا في المسلسل كان مستواها متفاوت بشكل كبير. فكمثال يعني خلونا نبتدي ببطل المسلسل احمد فهمي. اولا في شيء مهم جدا لازم يتقال عن احمد فهمي، ان محاولاته المستمره ان هو يطلع بره القالب بتاع الكوميديا اللي هي اصلا الجانرا اللي هو بدأ بيها، ومحاولاته المستمره ان هو ياخد ادوار جاده او دراميه او مختلفه عليه، هو شيء مهم جدا ويستحق مننا كل الاحترام والتقدير عليه. والحلو اكتر بالنسبه لي في الموضوع ان كل تجربه لاحمد فهمي بعيدا عن الجانرا بتاعت الكوميديا بنشهد فيها تطور ملحوظ في ادائه. يعني مثلا لو جيت تبص على ادائه في فيلم العارف وادائه في مسلسل سفاح الجيزه هتحس ان في تطور ملحوظ، لان في العارف مثلا كان بيكشر كتير، بيأفور قوي في استخدام الرياكشن بطريقه تبقى مستفزه شويه، لكن هنا
هنا الموضوع اتحسن بشكل ملحوظ. ده غير ان الطريقه اللي هو اختار انه يؤدي بيها الشخصيه دي كانت مناسبه للشخصيه بشكل كبير جدا، ولكن برضه للاسف كان حاصر نفسه جوه المسلسل هنا في استخدام رياكشن واحد بس، رياكشن واحد استهلكه زياده عن اللزوم، رياكشن واحد حطه في مواقف كتيره جدا. فبرضه بالرغم من التطور الملحوظ اللي احنا قادرين نشوفه في اداء احمد فهمي، الا ان اعتقد ان لسه عنده مساحه محترمه من التطور، واعتقد ان هو يقدر ان هو يوصل لها. واعتقد برضه ان هو لو فضل مكمل بالطريقه دي ان هو بيتطور تطور ملحوظ مع كل دور وبيجرب دايما ادوار مختلفه، اعتقد اننا هنشوف منه اداء محترم جدا قريب. وعلى فكره حتى مشكله الرياكشن الواحد اللي كان عنده هنا في المسلسل ما كانتش مضايقاني قوي يعني، ولكن بصراحه مع الوقت الموضوع بيبقى ممل شويه، بتبقى عايز تشوف حاجه اكتر من كده شويه من الممثل اللي قدامك. واصلا الرياكشن ده تم استخدامه بطريقه جامده جدا بالنسبه لي في حلقه من حلقات المسلسل هنا، هبقى اقولها لكم طبعا في فقره الحرق. بعد كده عندنا في الاداءات هنا راكين سعد، واللي بصراحه ادائها كان رائع هنا في المسلسل، وتقريبا ما عنديش كلام كتير قوي اقوله عليها غير انها كانت مقدمه اداء كويس جدا هنا فعلا. بعد كده عندنا الفنان الكبير باسم سمرة، واللي كان معتاد اداؤه كويس جدا، ولكنه للاسف في لحظات كتير هنا في المسلسل تحس انه كان بيسمع الكلام. بعيدا بقى عن المشاهد اللي تحس انه كان بيسمع الكلام فيها دي، اداؤه طول المسلسل كان رائع كالمعتاد. بعد كده عندنا طبعا برضو صلاح عبد الله وحنان يوسف، والاثنين كانوا رائعين كالمعتاد. وغير بقى الناس دي كلها للاسف في اداءات من الاداءات اللي هي بتوجع العين، اللي بتجيب صداع، الاداءات اللي ممكن يبقى ليها تاثير نفسي سلبي عليك لدرجه انك ممكن تصحى بالليل على كابوس عشان سمعت نفس الصوت ده تاني في الحلم. وللاسف انا مش عايز اوضح انا بتكلم على مين دلوقتي، ولكن انا متاكد ان انتوا هتخمنوا كويس لوحدكم. دلوقتي فقره حلوه ولكن انتهت، وحان وقت السلبيات اللي هي حاجات وحشه صرف. واول مشكله عندنا هنا في السلبيات وهي ان التنقل اللي كان بيحصل ما بين الاحداث بتاعه الماضي والحاضر ما كانش بيحصل باكتر طريقه سلسه ممكنه، وده خلاني باخد وقت طويل الى حد ما علشان اجمع كتير قوي من الاحداث اللي بتحصل، واقدر افهم اكتر شويه هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه وازاي ومع مين وفين وامتى. فتقدروا تقولوا كده كان بيحصل في دماغي زي ايرور بسيط بسبب اللخبطه بتاعه التنقل بين الماضي والحاضر. اعتقد كانت ممكن تتعمل بطريقه احسن من كده كتير. كمان عندنا من المشاكل التانية هنا بتاعه المسلسل ان تصاعد الاحداث ومستوى الحلقات كمان كانوا جايين بالعكس. يعني في المعتاد انت وانت ماشي في الاحداث المفروض يعني الدنيا بتسخن اكتر، والمفترض يعني قرب النهايه والكلايماكس والكلام ده كله الاحداث نفسها بتعلى، والمفروض يعني مستوى الحلقات يرتفع. ولكن للاسف اللي حصل هنا في المسلسل كان عكس كده تماما. ليه بقى؟ لان اول حلقتين يعتبروا كانوا اقوى حلقتين في المسلسل كله. الحلقتين كاحداث كانوا احداث قويه جدا، كانت احداث من اللي هي سخنه وبسمسم وحلوه دي، بالاضافه لانها كانت احداث صادمه جدا، وده الى حد ما كان مستمر في الحلقه الثالثه والرابعه. ولكن في الحلقه الثالثه والرابعه بدات مشاكل اكتر تظهر، وبدا الريتم بتاع الحلقات يهدى، والاحداث ما بقتش سخنه قوي ولا بسمسم. ومن اول هنا حسيت ان المسلسل بتاعنا بدا ياخد الاتجاه بتاعه ان هو يرجع يبقى مسلسل تقليدي شبه غالبيه الاعمال اللي من النوع ده، الاعمال اللي بتكون احداثها متضمنه قاتل متسلسل او سفاح. النص التاني بقى من الحلقات اللي هو من اول الحلقه الخامسه لغايه الحلقه الثامنه يعتبروا الاقل في المسلسل كله، ويعتبروا كمان اكتر حلقات بعيده عن المستوى المتميز من الاجواء الصادمه اللي المسلسل كان بيقدمها في اول حلقتين بالذات. بس يمكن تحسوا ان انا قاسي شويه على المسلسل بسبب التوقعات، لان من الاعلانات بتاعه المسلسل والصور اللي كنا بنشوفها منه والفكره بشكل عام عن المسلسل كنت انا بصراحه متحمس زياده عن اللزوم، كنت متوقع ان احنا هنشوف حاجه مختلفه. وبصراحه بعد اول حلقتين حسيت ان الاحساس ده عندي بيزيد جدا، لان الاجواء بتاعه اول حلقتين كانوا متميزين جدا وكانوا كمان جداد علينا هنا، فيمكن توقعاتي ارتفعت حبتين ثلاثه. فاعتقد ان بالفعل لو كانت توقعاتي منخفضه شويه كنت هتقبل حاجات كتير قوي حصلت، وبالذات في النص الثاني من المسلسل، لان النص اللي فيه مشاكل اكتر. وكمان النهايه مش اكتر حاجه عجبتني قوي، لانها للاسف كانت نهايه تقليديه ومكرره، واعتقد اننا شفناها كتير قوي في اعمال مشابهه. ده غير ان اصلا الحلقه الاخيره ما حسيتش انها تستاهل انها تبقى حلقه لوحدها، كانت ممكن الحلقه الاخيره تدمج على الحلقه اللي قبلها ويعملوا حلقه واحده. وعلى فكره مده عرضها ما كانتش هتبقى طويله خالص، لان اصلا مده الحلقات بتاعتنا صغيره، فاصلا انت لو كنت حطيت لي الحلقه السابعه والثامنه على بعض كان هيبقى حجم الحلقه منطقي. لان انا لما دخلت الحلقه الاخيره حسيت انها خلصت بسرعه زياده عن اللزوم، واحداثها ما كانتش تستاهل انها تبقى في حلقه لوحدها، لان تقريبا من غير التترات مده الحلقه لوحدها حوالي تلت ساعه بس، فالحلقه تعتبر صغيره قوي فعلا. ده غير ان الحته اللي سابها مفتوحه في الاخر دي ما عجبتنيش خالص بصراحه، لان ما فيش اي حاجه تم استخدامها في المسلسل علشان يخليني ابقى مهتم باللي ممكن يحصل في الاخر. واعتقد اي حد اتفرج على المسلسل ممكن يبقى ملمس شويه نقصه دي. الجزئيه اللي اتسابت مفتوحه في الاخر دي مش هتكون مهمه لاي حد اصلا، لان المسلسل ما اهتمش انه يقدم عنها اي حاجه ولو صغيره من الاول، اي حاجه تخليك لما توصل وتلاقي ان في حاجه معاكسه اتقدمت تبقى انت مستغرب، تبقى مهتم تعرف اصلا ازاي ده حصل وبيحصل ليه وازاي والكلام ده كله. ولكن لو انت بالنسبه لك الحاجه دي اصلا ما وجدتش في الاحداث او ما تمش ذكرها غير في اخر حلقتين، يبقى انت بالنسبه لك اصلا الموضوع مش هيبقى فارق كتير. فده اصلا اداني احساس ان هو شيء اتضاف كده في الاخر بشكل
بشكل عشوائي علشان بس نسيب باب لجزء تاني، مع ان الاحداث ما تستحملش جزء تاني اصلا. وكالمعتاد يعني اي حد حاسس ان انا بتكلم في حاجات مش مفهومه دلوقتي، انت بس عشان ما خلصتش المسلسل معانا، فانت يعني خلصه وتعالى اتفرج على فقره الحرق هتفهم كل حاجه. كمان في كتير من تصرفات بعض الشخصيات في قدر كبير جدا من السذاجه. معلش زود عندك كمان ان التويست بتاع الحلقه الخامسه ده ما عجبنيش خالص، حسيته كده بصراحه تويست خيبان بطريقه مش طبيعيه، لانه اصلا كان بيلعب على شيء بديهي جدا ان اي بني ادم طبيعي يتوقعه، وبالفعل هي شيء منطقي ان انت تتوقع انه يكون بيحصل. فلما انت تيجي تعملهولي على انه حدث كبير وتويست ضخم وحاجه زي دي، انا عن نفسي مش هكون متقبله اساسا. اولا لان شيء متوقعه من الاول، وثانيا لان انت مبالغ في تقديره قوي وفي عرضه. ده غير ان المشهد نفسه اللي تم الكشف فيه عن الريفيل الكبير قوي بتاع التويست ده يعتبر مشهد فيه مشاكل يا اما في التمثيل يا اما في الاخراج، وبصراحه مش قادر احدد قوي المشكله الكبيره فين. عموما كان معتاد انا هبقى اوضح لكم الكلام ده في فقره الحرق، وانتوا تبقوا ساعدوني بقى افهم شويه هي مشكله في الاخراج ولا في التمثيل. كمان في شخصيات اساسا اتنست قرب نهايه المسلسل وما رجعناش نبص عليها تاني مع انها كانت لسه موجوده. المفروض في بعض الحوارات الرائعه، او يمكن يكون حوار واحد كان موجود في احد اعلانات المسلسل واتشال من المسلسل لسبب غير معلوم. لما تسلمني نفسك وتلغي دماغك وتقلي صوابعك ال10 شمعة كمان فافرمك كده ابقى غلطان، ولا انت تستاهل تتفرم ويتداس على وشك 100 مرة؟ مع انه كان حوار جامد فشخ، وانا كنت مستني ان انا اسمعه في الحلقات بشكل كبير عشان اعرف احنا وصلنا له ازاي وليه وبيتقال في انهي سياق اصلا، ولكن كل ده مع السلامه بخ مش موجود اصلا في المسلسل. زود عندك كده بعض التغيرات اللي بتحصل بشكل مفاجئ في علاقات بعض الشخصيات بشخصيات اخرى بدون اي سبب ولا مقدمه ولا اي حاجه، هي فجاه علاقاتهم ببعض بتتغير كده. كمان في بعض الحاجات المسلسل اختار ان هو ما يفسرهاش او ما يديلهاش تفاصيل كفايه، وللاسف غياب التفاصيل دي بيخلي الاحداث دي تبدو غير منطقيه. وتقريبا دي كانت كل حاجه عندي في الفقره اللي بدون حرق عن المسلسل. فخلوني بقى الخص لكم الكلام اللي فات ده كله. في النهايه بصراحه المسلسل كان بادئ بدايه كويسه جدا. هو مستوى المسلسل قل في الاخر شويه، ولكن ده ما يمنعش ان في مستوى من الاحترام والتقدير لازم ياخدوه صناع العمل كله، بسبب ان هم حاولوا يقدموا حاجه مختلفه شويه عن اللي احنا بنشوفه هنا في المعتاد، وقدموا مستوى من الجرأه والدمويه غير مشهود عندنا كتير. ولكن للاسف المشاكل اللي كانت موجوده هنا في المسلسل كانت كتيره جدا، فللاسف عشان كده تقييم النهائي لمسلسل سفاح الجيزه هو 5.5/10. وطبعا اي حد لسه مخلصش مسلسل سفاح الجيزه احب احذره واقول له ان فقره الحرق هتبتدي بعد الصفاره، اطلع اجري انت بقى. الباقيين اللي لسه ما جريوش يلا بينا على فقره الحرق. عجبني قوي المشهد اللي حصل في نهايه الحلقه تقريبا مش فاكر كانت الثالثه ولا الرابعه، لما حصلت يعني الجريمه بتاعت فاديه نفسها، وبعد كده الباب خبط، راح احمد فهمي طالع يفتح الباب ولقى قدامه السواق بتاعها، فالسواق راح جاي بيقول له هي فاديه جوه، راح مديله الرياكشن المعتاد والحلقه قفلت. عجبني قوي بصراحه، حسيته هنا متوظف حلو قوي، اللي هو يعني احنا عارفين هو رايح لايه دلوقتي، هو جه القضاء خلاص. فهنا عجبني قوي استخدام الرياكشن ده غير ان الى حد ما حسيته موفق في اوقات تانية كتير، ولكن تكراره زياده عن اللزوم وعدم التجديد هو اللي كان فيه المشكله الكبرى. ندخل بقى على النقطه بتاعت ان اخوه طلع عايش في الاخر. وانت اساسا اتكلمت لي على اخوه امتى؟ احنا بنشوف فلاش باكس من الاول، ولكن انا طول الوقت فاكر الولد الصغير اللي معاه واحد صاحبه، لكن تيجي انت حضرتك في اخر حلقتين تقوم قايل لي ان كان عنده اخوه ومات والكلام ده كله في شكل كده سريع جدا، جملتين ولا 3 اتزقوا في النص وخلاص، يعني ماشي عرفنا كان عنده اخ ومات. تقوم انت واخد بقى النقطه دي وباني لي عليها حاجه في الاخر المفترض انها تبقى تويست فشيخ، كل ده لمجرد ان انت عايز تسيب المسلسل مفتوح علشان يبقى عندك امكانيه ان انت تعمل جزء تاني. طب ليه ما كنت تقفل المسلسل بشكل محترم شويه؟ ومش مهم بقى الاجزاء التانية، يعني كنت ممكن تعمل مسلسل تاني براحتك عادي يعني، ولكن مش مهم. ننتقل للي بعده. التصرفات الغريبه بقى اللي فيها سذاجه مش طبيعيه دي بقى اللي كانت بتحصل، ان مثلا لما الضابط عرف جابر وكان رايح يعمل له كمين قدام المصنع، والراجل الكباره اللي كان شغال جوه المصنع راح محذر جابر ان في حاجه غلط بتحصل بره، راح جابر اللي هو السيريال كيلر العبقري العظيم بتاعنا راح عمل ايه بقى؟ قرر ان هو يروح برده عادي. يعني ايه المشكله؟ ايه كمين يعني احنا هنخاف ولا ايه؟ طب انت كده يعني انت استفدت ايه؟ يعني استفدت ايه لما رحت برده؟ او بلاش، انت ليه عديت قدام المصنع اصلا؟ انت مجرد ما جات لك الموضوع يا اما لو عندك طريقه فيها امان شويه تبص على الموضوع من بعيد يبقى اوكي، لكن تدخل وسط الحدث نفسه وتروح برضه وتبص وبعد كده تطلع تجري، طب لازمته ايه؟ انت اقنعني حضرتك، انت سفاح مخضرم، انا ما اعرفش حاجه في الموضوع ده. كمان في الحلقه اللي قبل الاخيره على طول، لما باسم سمره او شخصيه باسم سمره يعني راحت لام جابر، عملت المكالمه الاولى وبتاع، واحنا كلنا افتكرنا ان هو خلاص عامل كمين علشان جابر يرجع البيت فيعرفوا يقبضوا عليه، واساسا ده الشيء المنطقي. وعامه لو كان جابر رجع كان
يبقى متخلف فعلا. ولكن اللي حصل بقى شيء بيوضح قدر من السذاجه مش قليل خالص عند شخصيه الضابط. ليه بقى؟ لان كل شويه يقول لام جابر اتصلي بيه وطولي المكالمه شويه، اتصلي بيه وطولي المكالمه شويه. انا عايز اقول لك ان هو كده لو بني ادم طبيعي ما بيعملش حاجه هيشك ان في حاجه غلط، لان امه عماله تتصل بيه، تقفل وتتصل بيه تاني، تقفل وتتصل بيه تاني، ف100% في حاجه غلط. ده لو كان نازل يجيب فينو كان هيشك ان في حاجه غلط. فدي بصراحه حركه يعني قمه في التخلف. انت اصلا كنت ممكن تدخل بشكل متداري شويه وتقعد كانن في اي حته في الحاره لغايه لما هو يرجع لوحده وتقبضوا عليه، بس خلصت من غير اي عك ولا حوارات ولا تتتبعوا مكانه ولا مكالمات ولا امه ولا اي حاجه اساسا، ونبقى خلصنا وارتحنا وخلصنا من بدري. ندخل بقى على اعظم تويست في الدراما المصريه، تويست العظيم بتاع زينه. يعني سبحان الله بعد كل ده طلعت ولا بتحبه ولا حاجه وهو بيتهيأ له الكلام ده كله. انا عايز افهم بس هو مين بني ادم منطقي هيبقى متخيل ان الوضع اللي هم كانوا قاعدين فيه ده وضع طبيعي؟ انت كده كده من اول مشهد في الحلقه الاولى بيتقابل فيه مع زينه في المكان الغريب ده انت نفسك بتحس بشعور غريب، فانت 100% على الاقل من جوه كده عندك احساس انها مثلا بتجاري الجو عشان مثلا ما يأذيهاش وتعرف مثلا تهرب منه في اي وقت ما، او عشان يديها الامان وبرضه تعرف تهرب. لكن ان حد فينا يتخيل انها كانت بتحبه فعلا ده شيء مستحيل ان حد يفكر فيه. فانت على اي اساس اصلا جاي تبني لي تويست وبتعامله لي على انه حاجه كبيره جدا على فكره ان هي ما بتحبوش؟ ما منطقي ما تحبوش، ما هو خاطفها ورابطها في مكان مهجور وسايبها تقعد لوحدها، كل الكلام ده منطقي. وبعدين هو ليه فجاه قاعد يكح وهو قاعد جنبها؟ دي المشكله اللي انا ما كنتش عارف هي مشكله تمثيل من احمد فهمي ولا مشكله من المخرج لانه قال له يعمل حاجه زي دي. لان مثلا الفكره المنطقيه اكتر اللي جت في دماغي انها اصلا تكون ميته وهو كل ده بيتهيأ له انها لسه عايشه وهو يكون مموتها من بدري اساسا، كانت هتبقى اصلا كتويست اصيع بكتير. وبعيدا عن انها تكون اصيع بكتير، لما يقعد يكحكح كده كانت هتبقى منطقيه برضه، لانه مثلا ممكن يكون ساعتها بدات بقى الريحه بتاعت الجثه اللي مركونه جنبه بقالها كتير دي الله اعلم قد ايه، بدات ريحتها تطلع بالنسبه له او بدا يدرك ريحتها اكتر فبدا ان هو يكح. لكن هي طلعت عايشه وطلعت ما بتحبوش وهو ده التويست الكبير، وكمان قاعد يكح. يعني الف سلامه عليك، ابعت لك دواء من الصيدليه ولا حاجه. انا عامه الجزئيه بتاعت التويست ده كله على بعضه باخراجها بالكلام ده كله ما عجبتنيش، مع العلم بصراحه اني حبيت جدا المشهد بتاع الحريقه اللي بعديه على طول عشان شغلوا بس التراك بتاع الموسيقى بتاع تتر البدايه من الاول بس، يعني مش عشان حاجه ثانيه. في شخصيات طبعا اترمت في الزباله وهي كانها مش معانا اساسا، زي شخصيه صلاح عبد الله. طبعا الراجل اتسجن وقلنا تمام ماشي، افتكرنا ان الموضوع خلص على كده. ولكن اللي عجبني بقى في المسلسل ان احنا رجعنا له تاني في حلقه تانيه بعد كده، وده كان شيء كويس جدا. ولكن قرب نهايه الاحداث لما يتم الكشف عن ان جابر مجرم والكلام ده كله ما نرجعش نبص على الشخصيه دي تاني، ده شيء غريب جدا لانه اكيد هيتفاجئ وهيقلق على المصنع بتاعه والكلام ده كله. فدي برضو نقطه مسلسل تناساها. ندخل بقى على علاقه باسم سمره بابنه. الاتنين مش طايقين بعض من اول المسلسل، وفجاه باسم سمره يقرر ان هو يبقى راجل طيب ويرجع له ويسمع له ويطبطب عليه ويتعامل معاه كأب، لانه من اول المسلسل بيتعامل معاه كظابط. فلسبب ما، سبب هو مش موجود حرفيا، بيقرر ان هو لما هيرجع من الشغل النهارده هيتعامل مع ابنه بطريقه احسن شويه. ايه السبب؟ مثلا يعني حد جه يكلمه في حاجه فهو قرر ان هو يغير من نفسه، شاهد حاجه معينه خلته يغير تفكيره، حس بالخطر وحس ان الحياه قصيره فقرر ان هو لازم يقرب من ابنه، حس ان ابنه بيبعد عنه مثلا. مفيش اي حاجه من الحاجات دي حصل، هو بس قرر في يوم كده اما بقول لك ايه، ما تخلينا ابقى اب كويس للواد كده. دي برضو حاجه ما كانتش كويسه خالص. واخر نقطه عندنا وهي ليها علاقه اكتر بام جابر. احنا طول احداث المسلسل فاكرين ان ام جابر لما عماله تقول انها اتسجنت فاكرين انها اتسجنت في قضيه مقتل ابوه، ولكن شوف سبحان الله طلعت اتسجنت علشان كانت بتعمل كبده الكلاب. طيب ماشي، هي اتسجنت علشان قضيه كبده الكلاب، مش المنطقي بقى ان انت توريني ازاي قدرت تتخلص من الجثه اللي ما اتسجنتش بيها دي؟ يعني جريمه قتل واضح انها نابعه من الغضب، وجريمه لحظيه حصلت كده يعني بدون تدبير. فانا عايز اعرف دلوقتي هي ازاي نفدت من العقوبه بتاعت الجريمه دي؟ يعني خبت الجثه ازاي، ولا اتصرفت فيها ازاي، ولا عملت ايه اصلا، ولا هي اصلا اتسجنت مرتين، مره عشان قضيه الكبده ومره عشان جريمه القتل؟ دي برضو حاجه مش مفهومه خالص. وبرضو ليه المسلسل ما وراناش ايه اللي حصل مع ام جابر بعد ما اتصابت في الاخر، خصوصا مع القفله المفتوحه بتاعت اخوه؟ لان ده معناه ان ممكن يبقى ليها دور كبير في الجزء الثاني او دور عامه ايا كان يعني. فبرضه ده شيء غريب ان المسلسل راح مكروت الدنيا كده وراح مقفل لك وقال لك حصل كذا 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 وخلاص وبس كده. تقريبا دي كانت كل حاجه عندي عن مسلسل سفاح الجيزه. طبعا اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم مستني رايكم تحت في الكومنتات، وحتى لو ما عجبتكوش قولوا لي ايه اللي مش عاجبكم هنا في الحلقه، ممكن لو حاجه عرفنا نظبطها بعد كده. وطبعا مستني رايكم في المسلسل نفسه تحت وتقييمه. وبس كده، كالمعتاد كان معكم مارو من مارو ريفيوز، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.